عسلامة ومرحبا بكم من جديد في القناة. اليوم حبيت نوريكم وصفة للكبدة، طريقة سهلة وسريعة وبنينة برشا بالنسبة للناس اللي ما تحبش الكبدة. كيفي يجربوها وما يندموش. من اللي جربتها وانا وليت وحدي كنبدا هكا قاعدة نشتي الكبدة، نمشي نشتريها ونعملها تلمون بنينة. المفيد باش ناخذ طرف الكبدة وباش نحاولوا ان نحوله الجلدة هذيك اللي تبدا فيه من فوق. ماذا بينا نحوها الكل على خاطر الجلدة هذيك بعد كي نطيبوا الكبدة تخليها كاسحة، عرفتوا، تبدأ كاسحة معناها ما تذوبش في الفم. دونك مستحسن نحوها ونحو الزوايد الكل الموجودة في الكبدة متاعنا. إذا فما شحم، إذا فما عروق، إذا فما أي حاجة نحوهم. ومن بعد باش نقصوها الشرايح تكون جويدة، يعني حب نوري فيكم معناها إذا فما شوية عروق نحوم حتى هم، خاطر من بعد لك يكسحوا الكبدة متاعنا كي نبدو ناكلوا فيها تبدأ معناها مش بنينة. المهم بالطريقة هذه ناخذ السكينة من المستحسن تكون حادة ونقصوا طرف الكبدة هذاك الشرايح تكون رقيقة. المهم كل ما تكون الشرايح هذيك متاع الكبدة رقيقة جويدة كل ما يكون أحسن، خاطر ما هيش باش تاخذ برشا وقت. كما تعرفوا الكبدة ما تطيبش برشا، ما تاخذش برشا وقت في الطياب. نحطها في صحفة على جنب. إذا عندكم تنجموا تزيدوا عليها مثلا قلب، إذا عندكم قلب. أنا عندي الجوست هذوما زوز كلاوي هذوما حتى هما زدتهم معاها كما نفس البرنسيب، معناها نحو الجلد هذيك من الفوق الموجودة في الكلاوي ونقصوا حتى هو شرايح رقيقة جويدة ونحطهم مع الكبدة متاعي. شوفوا كيف نحو الجلدة بالطريقة هذه، سهلة برشا. ونقصوها شرايح. من بعد باش نتعدوا نفوحوا الكبدة. هنا عندي 2 قرون فلفل و6 سنون ثوم. نجموا تزيدوا قرن فلفل حار بالنسبة للناس اللي تحب الماكلة الحارة وكل شيء، نجموا يزيدوها قرن فلفل حار. سينو هذا الفلفل الحلو قصصته جويد والثوم بشرته، ومن بعد حطيتهم على الكبدة. سينو اللي عنده مهرسة نجم يهرسهم كلهم مع بعضهم، ولا اللي عنده رحاية كهربائية زاد يرحيهم في الرحاية الكهربائية. هنا باش نفوحها ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، بعد زدتهم ملعقة صغيرة من الكمون، ملعقة صغيرة من البابريكا الحلوة، اللي يحب يستعمل فلفل مرحي حار يستعمل، وملعقة صغيرة من التابل. والمفروض هنا نزيدوا ملعقة من عصير الليمون ضرورية، أنا نسيتها زدتها من بعد، تو تشوفوا زدتها من بعد. نجم نحضر الخليط هذا قبل بوقت ونخلوه يرتاح، وقت نستحقوه نطيبوه. هم غطيته وخليته يرتاح شوي. نجم حتى تحضروا قبل بليلة. لهنا خذيت 4 كاس زيت زيتونة ولا أي زيت متعودين تطيبوا بيه. نسخنوه بيان نسخنوه بالباهي الزيت، نسخنوه برشا، ومن بعد نحطوا عليه الخليط متاع الكبدة والفلفل البهارات متاع مفوحينه، ونطيبوه على نار تكون عالية. نأكد ونقول على نار تكون عالية، ديما نحركوه. بالنسبة للكبدة هي متاخذش برشا وقت في الطياب، معناها من 10 دقائق وكانت حضرت. تشوفوها انتم تشوفوها الملوطة الماء معاش فيها ماء من اللوطة من تحتها معناها، ونجربوا مثلا قطعة من الكبدة نشوفوها طبت ولا لا. هنا هذه ملعقة عصير الليمون اللي قلت لكم عليها نسيتها في الأول، زدتها في الطياب. المهم تبنن برشا، وكما قلت لكم ما اخذتش برشا وقت، 10 دقائق من با. هذه وصفة راهي سهلة وسريعة وبنينة، ننصحكم تجربوها والله. كما تعرفوا الكبدة فيها برشا منافع، دونك جربوها واعطوني رايكم. خلولي في الكومنتات قولوا لي شنو رايكم في الوصفة هذه. الكبدة بعد ما حضرت
زدت عملت معاها خبز، احنا نقوله له كسرة. تو نهبط لكم الطريقة متاعها، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة متاع اليوم، والتقانا في فيديوهات اخرين. الى اللقاء، سلام.